أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منيو كبار وصغيرين بيعشقوه، وهو الهمبرجر. النهاردة احنا هنجيب لك المنيو عندك في البيت زي ما يكون جاي من ماكدونالدز بالظبط. بس قبل ما نبدأ، دعمكم واشتراككم فينا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب حبايبي، ده معانا حوالي كيلو لحمة مفرومة. تمام. في ملحوظة عايز أقول لكم عليها قبل ما نبدأ في البرجر. اللحمه المفرومه بتاعت البرجر اولا ما بتتعجنش قوي زي الكفته. ثانيا برضو ما بنبالغش فيها في التوابل زي الكفته بالظبط. كل اللي بنحتاجه ايه؟ بنحتاجه شويه فلفل اسمر اهو، خفاف قوي، وشويه ملح. اكتر من كده ما بنحطش عليها، ولا جوز الطيب ولا كربوناتو ولا كلام من ده خالص. وبنعجنها ازاي؟ يا دوبك بنفرطها كده، ما بنعجنهاش زي عجينة الكفتة. اخلصها وارجع لكم تاني. طيب زي ما اتفقنا، احنا ما بنفركهاش او ما بنعجنهاش قوي زي بتاعة الكفتة بالظبط. يا دوبك احنا فرقناها بشوية فلفل اسمر وملح. طيب هنعمل ايه تاني؟ بنجيب اي حاجة، صينية او الخشبة اللي انا شغال عليها، وبنحاول بقى نقسمها حسب الافراد اللي هياكلوا. بنقسمها ازاي؟ بنجيبها كده وبنكورها كده مع بعض اهي حسب الافراد اللي هياكلوا، زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب زي ما احنا شايفين كده، ها، طلعوا معانا بالظبط حوالي 5 حتت. انا بحب اكبرها كده، ما بحبهاش تبقى صغيره خالص ورفيعه. بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب طاسه على البوتاجاز، مش لازم مكنه جريل زي اللي في ماكدونالدز او في اي مكان تاني. احنا بنسهل الامور على نفسنا، حتى لو مش عندنا بنلاقي حل. وهي ديت مدرسه الطبخ، ان احنا بنتحدى الامكانيات بالظبط. بجيب طاسه كده فاضيه، بسخنها على البوتاجاز، وانا عندي اللي هو زيت السبراي اه، بقوم نازل فيه كده في قلب الطاسه. لو ما عندناش زيت سبراي بننزل بزيت عادي، انا عشان موجود عندي فقلت استعمله. تمام ماشي. بجيب ديت عندي بستعملها للبرجر. تمام. بقوم جايب ورقه زبده كده، بسم الله، واقوم جاي نازل بواحده من بتاعه البرجر كده، واهي، واقوم جاي ضاغط عليها، ضاغط عليها اهي، اهي. واقوم جاي تاني مدورها كده داير ما يدور. طيب زي ما احنا شايفين كده. طيب يا محمد، ده دلوقتي احنا ما عندناش اللي هي القبضه بتاعت البرجر اللي انت بتقول عليها دي. تمام قوي. اي طبق فاضي اهو يا حبايبي، واقوم جاي من تحت كده، جايب ورق الزبده وضاغط برضو عليها. هتعمل معايا نفس الموضوع بالظبط، نفس الموضوع بالظبط، مفيش فرق. فزي ما قلنا احنا بنسهل الامور على بعض. الطاسه هنا عشان عندي تاخد اتنين، العمليه هتبقى صعبه شويه، فانا بحاول اتاخرها كده عشان اختها تنزل جنبها برضو اهي. وكمان انا بستعمل دي ليه؟ كانها معموله على الجريل بالظبط، بيطلع معاها الشبكات دي بالظبط كانها معموله على الجريل. نفس الموضوع، بقوم جايب ورقه الزبده اهي، وبقوم نازل بواحده لحمه مفرومه اهي، وبقوم جاي ضاغط اهو اهي، ضاغط للاخر لغايه ما تتفرد معايا خالص. تمام كده. وبسيبهم يستووا. بعد ما يستووا نفس الموضوع، بقوم قلبها وبرضه بسويها على الناحيه التانيه. وده كان البرجر معانا بعد ما خلصناه. زي ما قلت لكم انا بحب اعمله تخين كده شويه زي الستيك بالظبط. بس هثبت لكم حاجه برضه، بصوا مستوي ازاي من جوه اهو. طيب بنيجي بقى نعمل ايه؟ في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها البرجر او اللحمه المفرومه، ده عيش البرجر طبعا، بننزل نحمر العيش فيه بتاع
البرجر اهو، بنحمصه شويه، هنحاول ندخله كله في الطاسه عشان الطاسه صغيره شويه اهو. بنحمر العيش الاول قبل ما نعمل البرجر بتاعنا. طيب حبايبي، هنيجي بقى لايه، للصوص اللي احنا بنستخدمه على البرجر. بصراحه انا سمعت ان في صوص اسمه بيج ماك صوص، ده انا ما اعرفوش. انا ما فيش مجال هنا للاكل في اوروبا ما اشتغلتش فيه، اشتغلت في كل حاجه، حتى البرجر اشتغلت فيه. الصوص الرئيسي اللي بيتحط على البرجر في كل دول العالم هو الامريكان صوص. الامريكان صوص زي ما قلت لكم بيتكون من مايونيز وكاتشب. انا طبعا المايونيز زي ما انتم عارفين بعملها عندي في البيت، ونزلت لكم فيديو بيها، لو عايزين تعرفوها او اللي ما شافهاش ممكن يرجع للفيديو يشوفها. بنزل بشويه مايونيز اهو، مايونيز خالي من الزيت خالص، ما بحطلوش زيت، بيتي عامله عندي في البيت. وبنزل بشويه كاتشب. صوص سهل جدا وبيتعمل بابسط طريقه. اما البيج ماك صوص دوت والحاجات ديت انا ما اسمعش عنها بصراحه، حتى انا في اوروبا ما سمعتش عنها، مع ان انا اشتغلت في البرجر وما سمعتش عن الموضوع ده بصراحه. بنزل بشويه توم، شويه ملح، وشويه فلفل اسمر، وبقلب الكلام ده كله في بعض. هو ده يا جماعه الامريكان صوص. طيب في حاجه بقى تقيل كده ومش هيريحني في الشغل وهيبقى شكله مش حلو، بعمل ايه؟ بقوم جاي سنه لبن خفيفه جدا اهي، يعني لا تذكر، تمام، واهو، وبقلب الكلام ده كله ببعضه وخف معايا وبقى شكله جميل قوي قوي اهو. ده يا جماعه اللي بيتحط على البرجر اهو، الامريكان صوص. خلص كده. طيب بالنسبه للبرجر انا هعمل واحده قدامكم اهو. بنجيب حته شيدر كيزه ونحطها كده، ونقوم جايين نازلين بواحده برجر اهي، وفوقيها تاني حته شيدر كيزه اهي، وشويه ورق خس. في ناس ما بتستخدمش الكلام ده خالص، مع ان الكلام دوت ضروري قوي في البرجر. وبقوم جاي نازل بشويه امريكان صوص اهو، وبقوم جاي حاطط العيش التاني من فوق اهو، وبقى واحد برجر ملوش حل. طيب حبايبي، وديت كانت وجبة ميكي اللي معانا النهارده. انا عندي مبدأ، لما بطلع اعمل حاجة يعملها كاملة ما يعملهاش، يعني ما اطلعش مثلا اقلب الفيديو بسرعة واعمل لكم سندوتش ماكدونالدز وخلص الموضوع على كده، لا، بعملها كاملة مكملة. البومفريت معاه اهي، والكاتشب في النص، واربع سندوتشات ميكي اهم. وديت ده كان المنيو بتاعنا النهارده. على فكره انا عارف ان في ناس هتكتب لي في التعليقات وتقول لي اللي انت عامله دوت مش صحي للاطفال والكلام ده. انا فاهم الكلام ده كله، بس في اطفال عندها الكلام ده عيد بصراحه، وكبار برضه نفس الموضوع. والموقف اللي انا اتحطيت فيه كمان ان انا ابني امبارح بيسالني بيقول لي يا بابا انت طباخ وعندك قناه على اليوتيوب، لو حد طلب منك اكل هتعملها؟ قلت له طبعا. قال لي طب لو انا عايز ميكي ماكدونالدز يعني هتعمله لي؟ فما ردتش عليه بصراحه. فالنهارده انا حبيت اعملها له مفاجاه، هو راح التمرين وما يعرفش اللي انا هعمل له ميكي النهارده اللي هو ماكدونالدز. حتى فرحته وجبت له كمان معاها مشروب كولا. اب بقى اعمل ايه؟ طيب لو كان الفيديو عجبكم فما تبخلوش علينا بالشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.